وطبعا وارد ان الهاكر يكون مزود الموقع اللي مش مؤمن ده بسكريبتات بتعمل تشفير على جهازك، وزي ما قلت عشان ما يخشلكش كريبتو جاكينج. ولو ما تعرفش يعني ايه كريبتو جاكينج هتلاقيني برضو سايب لك شرح كريبتو جاكينج في اللينك اللي تحت في الديسكربشن. هعملها ازاي انا دي دلوقتي؟ ومن ناحيه الباسورد يكون سترونج باسورد. يعني ايه سترونج باسورد؟ يعني ما يكونش بيخص حياتك الشخصيه او اي معلومات عنك او اي اسرار تخصك او تخص اي حد من اهلك او صحابك او صاحبتك او حبيبتك او اي حد اصلا في حياتك الشخصيه، وتقول لي اصل الباسورد ده غير متوقع وتلاقي في الاخر برضو اتعمل لك هاك. يا حبيبي ما هو مش الهيومن اللي هيتوقع الباسورد بتاعك، الحقيقه هو الكمبيوتر هو اللي هيجيب الباسورد بتاعك. يعني يكون عباره عن 16 حرف كابيتال بقى وسمول وسيمبلز بقى وحاجات كتير جدا من السيمبلز دي علشان تبقى سكيور 100%، وارقام متلخبطين مع بعض وبعاد عن بعض. يعني ايه بعاد عن بعض؟ يعني انت لو جيت تبص للكيباد بتاعتك في الكيبورد هتلاقي ان رقم واحد قريب من رقم 2 لان بعده، بس لو جيت تبص على رقم 1 و9 الاثنين بعاد على بعض في الكيبورد مش بعاد كماثماتكس. الحمد لله انا عامل التاريخ بتاعي انا وصاحبتي. وبلاش تتذاكى وتقول اصلا انا عامل الباسورد تاريخ محدش يعرفه غير انا وخطيبتي. A few moments later. عارف الناس ده بدر يقول لك اعملوا مثلا ديت خرجوا فيه ولا اي حاجه ويرجع يعيط لك، فاهم؟ خطيبته هي اه والله ايوه خطيبته هي اللي هتلاقي عملت له هيك. وتبص تلاقي الهاكر هكرك وتتفاجئ وتقول ازاي؟ ما عشان لو انت ضحيه الهاكر اي معلومه بالنسبه لك انت تافهه بالنسبه له هو مهمه جدا، فهيقدر انه يكراك الباسورد بتاعك بكل سهوله. هيشوف والله انت بتحب حد ولا في حد في حياتك ولا لا، ويشوف كل التواريخ بتاعتك. هتقولي طب هيعرف منين التاريخ ده؟ التاريخ ده سري. هتلاقي بقى حضرتك متصورين مع بعض يوم اي انيفرساري داي ولا اي حاجه ومنزلين الصوره. والله العظيم هو كده ما عرفش الديت، ما هو بيخش يجيب معلوماتك من على السوشيال ميديا كلها اللي انت فاتح نفسك فيها. فطبعا الهاكر لما بيلاقي التاريخ اللي انت كاتبه في الصوره بتاعتك انت وهي على الانستجرام او على فيسبوك او اي حاجه، بياخد التاريخ ده ويرميه في الورد ليست عشان الكمبيوتر يقدر بقى يخمن ويدور على الباسورد وهو بيكراكه. عن طريق بقى البروت فورس بيقدر يخمن الباسورد بتاعك وبيقدر يجيبه بكل سهوله لان حضرتك فتحت نفسك على السوشيال ميديا. وبلاش برضو موضوع اسم حيوان الاليف بتاعي اللي عندي في البيت، الكلب بتاعك مثلا او المونكي اللي عندك او ايا كان، وتقول لي اصل هو مستحيل يبقى عارف اسمه ايه. يا حبيبي ما انت بتنزل ستوري مع الكلب بتاعك او مع الناس اللي عندك في البيت وتقوم قايل ايه بحبك جدا يا مش عارف يا ورد ولا مسميه ايه بقى ايا كان، فاهم؟ ترجع تقول اصل هو عارف منين؟ ما انت منزل الستوري وفاتح نفسك، ترجع تسال. ودي برضو بتبقى من ضمن اصلا الاسئله اللي بيسالها لك التيرمينال او تول اللي الهاكر عاملها عشان يقول لك ايه جمع لي كل المعلومات. فيقول لك مثلا ايه لو هو عنده واحده صاحبته اسم الحيوان الاليف اللي عندها ايه؟ طب اسم الحيوان الاليف بتاعه. فكل معلوماتك الشخصيه او كل الحاجات دي بالنسبه لك لو انت فاكر ان هي اسرار، بالنسبه للهاكرز مش اسرار خالص، دي بالنسبه لهم معلومات تافهه. ودي اول حاجه احنا بنفكر فيها. واللي بيخمن الباسورد بتاعك هو الكمبيوتر مش الهيومن. فطبعا طبيعي جدا الكمبيوتر هيقدر يوصل للباسورد بتاعك، فلازم طبعا تهتم بانه يكون سترونج. طب من ناحيه السمارت فون سواء اندرويد او اي او اس، ايه ده؟ الايفون